اتفضل. الف شكر. جمال باشا. ازيك يا عمر؟ الحمد لله باشا. نادر بيه. نادر باشا، اهلا وسهلا. عمر، اتفضلوا اتفضلوا. نادر بيه اهو، قول له بقى على كل اللي قلقك وهو هيجيب لك المفيد. الله، مش اشرب حاجه الاول؟ حاضر. بص يا باشا، انا شغال في شركه كاميرات عند اللي هو جلال باهر، زملاء قديم في الداخليه، اكيد سيادتك عارف. لا. انا قلت كده برضه. داخليه كبيره وفروعها كتير، كان الله في العون سعادتك. كمل يا عمر. ايوه يا باشا حاضر، ما انا جاي في الكلام اهو، واحده واحده على الراجل. المهم بقى ان جلال بيه ده بعتني شركه اسمها الشركه المصريه السويسريه للخدمات، هي في الدقي، في ميدان المساحه، عماره 83، الدور الثاني، شقه 202. المهم اول ما دخلت الشقه قلبي اتقبض. ليه؟ ما هم يهود. عرفت منين انهم يهود؟ ما انا سالت بتاع الامن اللي واقف قدام العماره. وهو قال لك كده من باب الطاق انهم يهود؟ انا اللي سالته وانا نازل. يعني انت ما كنتش تعرف وانت طالع انهم يهود؟ لا والله. اصل انت قلت وانا طالع قلبي اتقبض عشان هم يهود. قريتك. لما قلبي اتقبض سالت البواب وانا نازل. هو بواب ولا فرد امن؟ لا، فرد امن، فرد امن. خلي بالك يا عمر، التفاصيل الصغيره دي تفرق مع نادر بيه قوي. خدت بالي. كمل يا عمر، ايه اللي قبضك؟ الله، شركه يهوديه بتفتح في مصر. طب ليه؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ مش فاهم. طالما ما بيخالفوش القانون يبقى ايه المشكله؟ واحنا لسه هنستنى الفسله ما تقع في الراس؟ وبعدين افرض ساعات. عمر، قول اللي انت شفته من غير ما تقول رايك فيه. يا باشا مش مواطن وخايف على بلدي، حقي. نادر بيه هو اللي يقرر في الاخر ايه اللي يقلق في اللي انت شفته هناك وايه اللي ما يقلقش. ولو اني مش مقتنع، بس ماشي يا باشا. معلش. المهم يا باشا بقى، الشركه دي لقيتها بتعمل مقابلات توظيف. قال ايه؟ عايزين وظيفه مراسل ويلم معلومات. جواسيس يعني، وانا اللي هقول لكم؟ الباشا هو اللي يحكم، وبعدين ما ينفعش تتهم حد بتهمه زي دي من غير دليل. وهجيب دليل منين بس يا جمال باشا؟ ما فيش هانيه هناك. عنيت ايه؟ لا، دي واحده قريبتي من بعيد، جمال بيعرفك، تسلم عليك قوي. طيب يا عمر، قول لي عندك حاجه تانية عايز تقولها؟ وانا بعمل المعاينه لقيت البت السكرتير اللي هناك خدت التليفون ومشيت بعيد وقالت شالوم. قالت شالوم بس؟ بس الصراحه بس. بعد كده كملت التليفون صوتها واطي. طيب يا عمر. طيب الله افعالكم. خلاص كده؟ خلاص كده. المعلومات اللي انت قلتها دي انا هبلغها للجهات المختصه. ربنا يسترك يا باشا. الموضوع ده لو نمنا عليه ممكن يكبر بكره، ولو نمنا بكره هيكبر بعده، الموضوع هيفضل. عمر. حاضر يا باشا. شوف ساعتك. طيب هنتقابل بكره هنا الساعه 6 كويس؟ معلش يا باشا، ممكن نخليها بعد العشاء او بعد بكره. اصل بكره الجمعه، وده اليوم الوحيد اللي بشوف في ابني من الاسبوع للاسبوع، ده بعد اذن سعادتك يعني. طيب نتقابل بعد العشاء. كويس جدا يا نادر بيه، ربنا يخليك يا باشا. شالوم. مش هقول تاني. عنك يا ماما. تسلمي يا حبيبتي. لا استني، انت هتشيلي ايه؟ كفايه اللي انت شايلاه. استريحي انت خالص. انا وفريده خفاف. ما يصحش كده يا ماما. لا يصح. تعالى شوف مراتك يا يحيى، ما بقتش تسمع الكلام. وانتوا ايه بقى؟ خير؟ بتطمني عليكم. تمام الحمد لله. والله يا عالمي الاخبار ما تطمنش. الدكتور اللي انا متابع معاه انا وفريده موضوع حمل الانابيب ده بيقول لي ان الامل ضعيف قوي. طب وفريده عامله ايه؟ لا طبعا فريده ما تعرفش الكلام ده وما اقدرش اقول لها. بص انا قلت لك لما ربنا يأذن هيحصل. ولو يا سيدي انت مستعجل، ربنا فتح عليك من وسع وممكن تتجوز. ده حقك شرعي، تستخدمه بقى ما تستخدموش دي حاجه ترجع لك. بس لو عايز تعرف رايي،
الله عليك يا سالم يا جامد. اسمك ايه؟ انت وزنك كام؟ يا خراب يا خراب. يا اختي معقول؟ يلا يا سلام. تعالى. الجمال ده. انت جميل خالص. ايه ده؟ يا ابني الصايع. انت شكلك جميل. قول انت جميل. ايه ده؟ سالم. سالم. في ايه؟ بطني بتتقطع. مالك يا عمر؟ بطني بتتقطع. تعالى دخلني الحمام. ادخل تعالى. في ايه بس؟ بطني. انتوا هتفضلوا محرقين لي ولا ايه؟ جرى يا رز؟ ما تكلمي الاسعاف، الواد بيموت جوه. اوكي اوكي. ايه؟ لو ابي كونتيلو استنفورو. انا شفت كل شيء. انت ما تمشي قبل ما نفهم شو عم بيصير. وموضوع الاسعاف تركي علي انا بتصرف. اوكي خلاص انا كلمت الاسعاف وهم هيجوا حالا. ربنا يستر بقى، ما بيعملوش اي حاجه. ريلاكس، مش هيحصل له حاجه. في ايه؟ ديفيد، بدي سيارة اسعاف مع طبيب من قبلنا، بيروح على اوتيل دودوني غرفة 107، بيشوف ولد مصري. ما بدي اياه يروح على اي مستشفى، وما بدي ابدا السفارة المصرية تعرف بالموضوع. فهمت؟ مشان هون. ايه؟ تمام؟ روح تساعد مني. روح تساعد. تفتكر حالته خطيره للدرجه دي؟ هيبين. يا رب. احنا جنبك اهو، مفيش يا حاجه. رب. Υπάρχει πιθανότητα να είναι δηλητηριασμένος από το πολύ αλκοόλ. ده بيقول لك ممكن يبقى عنده تسمم كحولي. طب هتقولي له كلنا شربنا ومحدش حصل له حاجه. Olivier Piamet από το είδωποτα και δεν πάθαμε τίποτα. Υπάρχει πιθανότητα να μην έχει συνηθίσει το πολύ αλκοόλ, γι' αυτό θα του δώσει και μια ένεση για να τον ξεκουράσει. بيقول لك شكله مش متعود على الشرب وهديله حقنه مسكنه. ماشي. Πάντως η ένεση θα τον κάνει καλά. Θα ήταν καλύτερα να τον αφήσετε να ξεκουραστεί και η ένεση που του έδωσα θα τον κάνει να κοιμηθεί. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. بيقول لك لازم نسيبه يرتاح، الحقنه اللي خدها هتخليه ينام. ربنا يستر بقى. طب احنا دلوقتي مش كنا سيبناه يروح معاهم المستشفى؟ على الاقل هناك هياخدوا بالهم منه، لكن انا هنا لوحدي علوص. انا بنفذ التعليمات وانت كمان لازم تنفذها بحذافيرها. اوكي؟ اوكي، بس على الاقل نكلم الدمنهور، هو برضه معرفته لازم يعرف. الو. مين؟ معقول يا سالم في حد يتكلم في وقت زي ده؟ عمر؟ ماله عمر؟ بتقول ايه؟ يا نهار ابيض! عنوانك فين عشان اجي لك بسرعه؟ فندق ايه؟ عارفه. παρακαλώ το δωμάτιο του Σάλεμ Πονί. Σάλεμ. Τισαΐνι με αυτόν τον Σάλεμ. Δωμάτιο 107.
خلي بالك من نفسك، واول ما توصل بالسلامه تكلمني. حاضر. واوعى تبص يمين ولا شمال طول ما انت هناك. حتى وانا بعدي الشارع؟ يا سلام، انت فاهمني كويس. وانت عارفاني كويس. لا اله الا الله محمد رسول الله. الله يلعنك يا شيخ، هو ده حمل خمره ولا شرب؟ هو انا يعني ضربته على ايده عشان يشرب؟ ما هو اللي شرب هو مش متعود. وبعدين انا قلت لك الدكتور قال انه هيبقى كويس الصبح. اهو الصبح طلع وهو زي ما هو اهو. عمر. عم حوده، انت اللي جابك هنا؟ يلا قوم البس عشان تمشي معايا. يلبس يروح فين؟ ما انا قاعد جنبه اهو. ما دي نتيجه قعدته معاك اهي. طب انا دماغي مدروخه خالص مش فاهم ايه اللي بيحصل. اللي بيحصل ان قعدتك مع الواد البايظ ده هتخلص عليك. يلا شد حيلك وقوم البس علشان اخدك معايا على البيت. لا انا تمام هنا يا عم حوده. مفيش حاجه اسمها لا وتمام. انت امانه هيحاسبونا عليها اهلك اللي في مصر. طلعنيش عيل بعد شبتي. حاضر يا عم حوده، هاجي معاك. حاضر. حاضر ايه يا عم انت؟ لا طبعا انا مش هينفع اسيبك تنزل وانت في الحاله دي. خلاص بقى سالم. اي نعم عينيا مسجلله وجسمي منمل، بس مش هموت يعني. الله، طب وانا هطمن عليك ازاي بس؟ اديك عارف البيت والتليفون كلمتني عليها بالشهامه. اسند عليا يا عمر. اجيب بس الشنطه يا عم حوده. لا سيب لي الشنطه. طب استنى، انا هاجي معاكم. مش هينفع يعني اسيبه وهو عامل كده. الحمد لله على السلامة يا فندم. الله يسلمك يا مصطفى. انت بقيت بتشرب سجاير ولا ايه؟ لا يا فندم، بس سيادتك بتشرب. لسه ما عرفتوش عمر ليه ساب بيت الدمنهوري؟ مفيش غير السبب اللي قاله حوده. حس انه متراقب فما حبش يعرضهم للخطر معاه. ده على اساس انه ما كانش عارف انه هيتراقب. بذمتك انت مصدق الكلام ده؟